اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. اللهم يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نكمل أحبتي لكم اليوم البحث في موضوع الأطعمة والأشربة، وهو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين في آداب غسل اليدين وثوابها وفوائدها. كما تعلمون أحبتي، وهو روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: غسل اليدين قبل الطعام ينفي الفقر، وآخره بعد الطعام ينفي الهم. يعني هنا تارة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث عن الرسول عن الإمام الصادق سلام الله عليه، تارة يقول غسل اليدين قبل الطعام ينفي الفقر، يعني هنا ثواب. وكما تعلمون أحبائي أن غسل اليدين بعد الطعام، أو العفو قبل الطعام أو بعد الطعام، هو من الفوائد العظيمة، كما ينقل الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين، لزيادة البركة، يعني يزيد الرزق وينفي الفقر. وجاء عن الإمام الصادق عليه السلام: من غسل يديه قبل الطعام وبعده بورك له في أوله، يعني أوله الغسل قبل الطعام، وآخره وعاش ما عاش في سعة، وعوفي من بلوى في جسده. سبحان